كون انك حمدة ما يديكيش الحق انك تتحكمي في مرات ابنك ولا في بيتها ومصاريفها واكلها وشربها وحياتها كلها. ملكيش دعوة هو بيديها كام ولا بيصرفوا ايه، هي مسؤولة من ابنك مش مسؤولة منك انتي. ده في حموات بتعد النفس على مرات ابنها، لو في ايديها كده تمنع عنها الاكل والشرب والله لا تعملها. مش عايزة جوزها يجيب لها حاجة ولا يصرف عليها ولا على بيته ولا حتى على اولاده. مش من حقك ابدا تهينيها ولا تغلطي فيها ولا تطلعي حتى عقدك النفسية عليها. زمنك غير زمنها وظروفك غير ظروفها، هي ليها حياتها وانت ليكي حياتك. تفتكري بقى بعد كل ده هتعاملك وحش؟ مستحيل. ولو عملتيها كويس وهي عملتك وحش يبقى هي بقى قليلة الاصل ملناش دعوة بيها، لكن ما توصليش بني ادم لمرحلة الانهيار وبعد كده ترجعي تشتكي. ويا ريت بقى يتمنع موضوع بيت العيلة ده، لان هو كده مش بيت عيلة ولا حاجة، ده بيت المشاكل والخناقات والحوارات. مهما كان الحما ومرات ابنها مش طايقين بعض، لو هم بعيد عن بعض وكل واحده فيهم في شقتها المشاكل هتقل وهتختفي كمان. معاك شقه بره اتجوز، مش معاك استنى لما تجيب شقه بره، لكن ما تحطش في دماغك انك تجيب واحده تقعدها مع الست والدتك عشان تتحكم فيها. فين دورك انت؟ ليه مش قادر توازن الموضوع وتدي كل واحد حقه؟ علاقتك بمراتك ما تاثرش على مامتك، وعلاقتك بمامتك ما تاثرش على مراتك. للاسف في ناس كتير فاكره ان الزوج لما يظلم مراته ويجي عليها عشان يراضي امه هو كده صح. لا طبعا. وانا بتكلم عن الحموات عامه مش الترند، انا اساسا رافضه الطريقه اللي البنت خدت بيها حقها، ولا متعاطفه مع دي ولا متعاطفه مع دي. بس في حموات بقى حرفيا بتتعامل مع مرات ابنها انها جايه من الشارع، اعمل فيها اللي انا عايزاه وما ينفعش تعترض ولا تفتح بقها عشان انا كبيره في السن وحماتها كمان، ولا كأن البنت دي ليها اهل ربوها وكبروها وعلموها وتعبوا عليها. لا يا حاجه، مش من حقك ومش سنك اللي هيخلي الناس تحترمك، تصرفاتك هي اللي هتخلي الناس تحترمك. فاتقي الله بقى كده ببنات الناس، عشان دي لو بنتك والله ما هترضي يتعامل معاها كده.